شيخ أي يقول كلمة الله. بعدين عايز أعرف بس إيه غرام هذه الموالاة وهذه الجماعة بقصة السحر والجن وبتاع؟ يعني واحد يطلع يقول لك سحرة فرعون، والتاني يطلع يقول لك دول عليهم جن. يا راجل يا راجل اعقل، عيب. يعني خليكم محترمين شوية حتى، يعني احترموا عقول أنفسكم قبل ما تحترموا عقول الناس. البني آدم اللي ما بيحترمش نفسه بيجيبه لنفسه والله العظيم. وبعدين انا بس فعلا كان في مشهد الحقيقه وقعني اروح من الضحك امبارح وانا قاعد عمال بتفرج، فقال لك مليونيه لا للعنف. سيبك انها مش مليونيه، مش يعني هذه التهجيصه مش ده اللي شاغل دماغي. وفعلا المساله مالهاش علاقه، يعني المضاهاه العدديه يا رب تطلع 5 مليون، بس هي شحن من المحافظات. المهم المساله هنا انه تجد قدامك مشهد لطيف جدا، الا وهو مشهد التدريبات، مارشال ارتس، رياضات قتاليه، لكن لا للعنف. يعني هنتكلم عليها، هنتكلم على هذه المواضيع. معلش خلونا بس نفكر في حاجات غريبه كده كانت بتحصل الحقيقه امبارح، والله العظيم دي تسليه. عشان بس عايز اقول لك حاجه، لما جماعه الاخوان وموالاتها تذهب للدعوه لهذه المظاهره، كل اللي اقدر اقوله لك اقسم بالله العظيم 3 دول ناس مرعوبه. مرعوبه. اصل انت واثق في نفسك وان انت الشعب كله بيحبك وعايزك، مرعوش ليه؟ خايف ليه؟ عاوز تدي اي احساس ان انتوا واقفين مع راجلكم ليه؟ ما انتوا واقفين معاه يا عم. قلقان ليه؟ مش الناس اللي راح عند الاتحادات دول قله مارقه لابسها الجن؟ سيبهم يهزوا، خليك تقيل، لكن انتوا خفاف قوي. الغريب كمان انه الدكتور محمد مرسي عيسى العياط، مندوب كهنة وسدنة مكتب الارشاد في الاتحادية، خرج علينا النهاردة بكلمة، بسم الله ما شاء الله، الصموت خرج بكلمة، وبعدين هيلعب دور الحكيم، وعلق على مظاهرات رابعة العدوية اللي نظمها اهله وعشيرته امبارح. طبعا اشاد بيها وقال ايه؟ انها كانت مليونية وسلمية، مليونية سلمية وضد العنف، يعني بيعملوا تدريبات قتالية لكن ضد العنف. هان القضاء، يعني كل في البتاعه دي كلهم عملوا عمليه اهانه كامله لكل المؤسسات اللي المفروض ان مرسي هو رئيس الجمهوريه اللي فيها المؤسسات دي. هانوا القضاء، هانوا الاعلام، هانوا الداخليه، هانوا الجيش، هانوا المجتمع وكفروه وهددوا بسحقه. طب انت طالع تقول ايه؟ انا مش قلت لك 100 مره حط لسانك في بقك؟ يا ابن العياط يا مرسي، حط لسانك في بقك، ما بيسمعش النصيحه، حر بقى.